السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان معنا الأخبار اللي مهمة وزوينة بزاف اللي هي بخصوص أشرف حكيمي وكذلك العالميد غانم سيس وكذلك نصير المزراوي بخصوص الإصابة ديالهم وكذلك الجاهزية ديالهم من الماتش ديال بلجيكا. معنا كذلك بعض الأخبار على إيدن هازارد والتصريحات ديالو بلا ما نطولوا الإخوان وندخلوا ديريكت في التفاصيل. قبيله الإخوان في واحد الفيديو بالينا حكيمي وكذلك نصير المزراوي في الجاهزية ديالهم التامة. كذلك طبيب المنتخب أكد بأن نصير المزراوي مبقاش عنده حتى شي انزعاجات، فقط بعض الانزعاجات بسيطة ولكن تمكن من أنه يشارك ضد بلجيكا. واحد العيبة اللي ما كانش دابا معروفة بزاف هي أن غادي مسيس حتى هو كان عنده بعض الانزعاجات ولكن طاولاتو دابا وغادي يشارك 100% ضد المنتخب بلجيكا. كما قلت لكم الإخوان حكيمي جاهز 100%، نصير المزراوي جاهز 100%، غادي مسيس حتى هو جاهز 100%. ولكن المزراوي يقدر يدخل كبديل نظرا للعطاء اللي قدمه عطية الله في الماتش اللي فات. كنظن أن المزراوي غادي يدخل كبديل فقط حماية ليه هو شخصيا باش ما تزادش الإصابة ديالو وكذلك تعطى فرصة لعطية الله. أما بخصوص الخبر الثاني اللي هو بخصوص التصريحات ديال إيدن هازارد فجاو كالتالي. قال في السؤال الأول أن المنتخب المغربي منتخب قوي جدا، وقال بأنهم تفرجوا كاملين في الماتش ديالو ضد كرواتيا وركز خصوصا على الصلابة الدفاعية ديال نايف أكرد وكذلك غانم سيس وكذلك الأظهرة اللي هما نصير المزراوي وكذلك عطية الله وأشرف حكيمي. وقال بأن نقطة القوة ديال المنتخب المغربي هي الدفاع وكذلك الأظهرة، ولكن قال بانهم باغيين يحسموا التاهل باغيين يفوزوا بكاس العالم كاع. هادشي كيعني ان المعنويات ديالهم طالعه نظرا لانهم رابحين الماتش اللي فات ضد كندا، فبالفعل المعنويات ديالهم غادي تكون طالعه 100%، وحنا غادي يكون عندنا واحد الماتش صعيب بزاف. ودوا على خط الهجوم بحال جبد فيه بوفال وحكيم زياش، وقال لديهم ايضا خط هجوم رائع. حكيم زياش وسفيان بوفال جناحان طائران قادران على خلق الفارق، لكننا ايضا سنقول كلمتنا لاننا نريد التتويج بهذه الكاس. هنا فين دول خوش على البلان ديالو والتتويج ديالهم كاس العالم نظرا انهم كيحلموا بعيد ماشي بحال حنا بحلم ديالنا فقط غير التاهل، هما كيحلموا يفوزوا بكاس العالم كاع. هذه هي فرق العقليات عندنا الاخوان بيننا وبين بلجيكا. هذا ما كان اخوان، تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله، خليكم بخير في امان الله.